ليخالف هؤلاء اليهود. ولكن هل أنت خالفت هذه الأشياء التي عشت فيها؟ كثير من الناس عاش يأكل من حرام وهو يدري أو لا يدري، عاش يأكل من حرام ويعيش في حرام ويكذب على الناس في حرام، وكأن هذه الحياة كانت هي المجبرة عليه. وقد يكون آكل الحرام قد يكون أنا وقد يكون أنت، وأنت تدري أو لا تدري. وحينما تلبست بهذه الحياة أو بهذه المعيشة صار عندك شيء عادي. تكذب، اعتدت الكذب وأنت تأكل من الحرام في بيعك وشرائك، فتكذب على الناس وتغش الناس. وكل يعيش في موطنه وفي موضعه وفي عمله من الممكن أن يأكل من الحرام إلا ما رحم ربك من أفراد وقلائل. وها هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. كلنا نحفظ هذا الحديث، ولكن هل وقفنا مع هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لهذا الرجل، رجل يكافح على لقمة العيش ويسافر متبهدل في السفر، أشعث أكبر، عليه غبار وتراب كثير من شدة السفر، ومع ذلك لا يستحي من ربه، يرفع يديه إلى السماء وهو آكل من الحرام، آكل من الحرام في وظيفته، آكل الحرام في صنعته، آكل الحرام في تجارته، آكل الحرام أينما كان إلا ما رحم ربه. لا نتكلم على هذه القلة القليلة النادرة من الندرة، وبعدين عايزين نعرف الناس القليلة دي عشان نتعامل معاها. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الرجل، يأكل من حرام ويشرب من حرام ويلبس من حرام، لبى العديد وغذي من حرام بعد فترة من الزمن وبعد أعوام عديدة والسنين مديدة صار هذا اللحم وهذا الدم نبت من حرام. لماذا؟ لأن الأكل كله حرام. يعني مش كذب مرة وتاب إلى الله وأرجع الحقوق إلى أهلها، لا، ده هو صار عنده الكذب زي الصدق، بل الكذب غلب على الصدق.